ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند احمد على قناه حياتك احلى هند محمد. هعمل معاكم النهارده صلصه الطماطم بكل سهوله. انا بجيب يا جماعه الطماطم، ماشي، بجيبها طماطم فرز، بجيبها طماطم فرز اللي هي الطماطم مثلا اللي هي مثلا ايه، مثلا طريه شويه، فيها مثلا ايه، قطع كده بسيط، بس بتكون ماسكه نفسها، يعني الطماطم بتكون ماسكه نفسها. بجيب طماطم فرز، ماشي، ودول فلفلتين حمر صغيرين، ده فلفل احمر برضو فرز. تمام. دول 3 كيلو من الطماطم، عليهم فلفلتين حمر صغيرين. الطماطم دي يا جماعه، صلصه الطماطم دي انا هستخدمها في ايه؟ هستخدمها يا اما في المحشي او المكرونه او الباميه. خلاص، المحشي والمكرونه والباميه وصينيه البطاطس والكوسه وجزر بالفراخ. صلصه الطماطم دي هستخدمها يا اما في خلطه المحشي او المكرونه او الباميه او صينيه البطاطس والكوسه وجزر بالفراخ. اما باقي الخضار يا جماعه، فانا بعمل الطماطم بس لوحدها، يعني اجيب الطماطم واضربها في الخلاط لوحديها، ما بحطش معاها فلفل احمر. طبعا الوصفات اللي انا قلت لكم عليها دي بحط صلصه الطماطم دي، وبرده بضيف فلفل احمر تاني كمان مع الوصفه تاني. تمام. لان الوصفات دي انا بحتاج فيها الفلفل الاحمر عن الخضار التاني، الخضار التاني لا. زي ما انتم شايفين كده. هقطع بقى الطماطم يا جماعه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده، شلت بقى ايه الحته اللي فوق زي ما انتم شايفين اهو. خلاص، حته فيها مثلا حته مثلا زي دي مثلا كانت مسوده، شلتها كده بظبطها، وابتدي بقى ايه اقطعه. قطعت الفلفل الرومي، الفلفل قصدي الالوان الاحمر، قطعته قطع كده كده زي ما انتم شايفين. تمام. هقطع بقى طماطم قطع وهحطها في الخلاط بتاعي كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، انا قطعت كده على قد ايه الخلاط. هبتدي بقى ايه، بصوا اضغط بايديا كده، ماشي، اضغط جامد عشان تتضرب ايه بسهوله. اضغط بجامد عشان تتضرب ايه بسهوله. بصوا ضغطت عليها جامد، بصوا بحيث ان هي ايه كانها، بحيث انها كلها تخش في بعض كده زي ما شايفين، عشان تتضرب معايا بكل سهوله. هشغل عليها خلاط. بصوا بقى ضربت بسهوله ليه؟ عشان كاني يا جماعه بعصرها بالظبط. الضغطه اللي انا ضغطتها عليها دي كاني بعصرها بالظبط. خلاص. بصوا الضغطه دي يا جماعه كاني بعصرها بالظبط، خدت ايه، ضربت معايا بكل سهوله. لو انا حطيتها قطع من غير ما اضغط عليها مش هتتضرب بسهوله. احطها بقى في اكياس وارجع لكم. كده خلاص يا جماعه، حطيتها في الخلاط وحطيتها في كيس ثلاجه الفريزر زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله، ادت معايا كده 5 اكياس. 5 اكياس. زي ما انا قلت لكم، الطماطم دي انا بستخدمها، صلصه الطماطم دي بستخدمها في خلطه المحشي، الباميه، صينيه البطاطس والكوسه والجزر بالفراخ والمكرونه. تمام. بقى الخضار التاني بخزن الطماطم، الطماطم زي ما هي بالظبط، بجيب الطماطم واضربها في الخلاط زي ما هي من غير اي اضافات. تمام. انا كده كده اصلا كمان الكيس الطماطم بطلعه، بحط طماطم تانية مع الوصفه، لان انا بحب ادمج ما بين الطماطم والبصل ولو الوصفه فيها جزر بدمج ما بين الطماطم والبصل والجزر او الفلفل الاحمر، على حسب ايه، على حسب الوصفه اللي انا بشتغل فيها. طبعا اللي متابع فيديوهاتي واخد باله من النقطه دي. تمام. دي طريقتي يا جماعه في تفريز الطماطم. تمام. زي ما انا قلت لكم، الباميه، صينيه البطاطس والكوسه وجزر بالفراخ والمكرونه وخلطه المحشي، بيكون الطماطم بخزنها وبيكون معاها فلفل الوان احمر. تمام. ومش كتير، لان انا بحط فلفل الوان احمر تاني مع الوصفه ما اجي اشتغل ساعتها. تمام. الخضار العادي بجيب الطماطم زي ما انتم شايفين كده، ماشي، وبضربها في الخلاط زي ما هي وبخزنها في كاس ثلاجه في الفريزر. طبعا انت ايه بتحط في كاس ثلاجه حسب ما بتحتاجي، تحتاج الوصفه وحسب افراد اسرتك. يا رب اكون فدتكم. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.